أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق في كتاب السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله بشرح الشيخ حسن القويسني شيخ الجامع الأزهري رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى قوله: وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. لازلنا نتكلم على أنواع الدلالات اللفظية الوضعية، وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. وأخذنا في البارحة دلالة المطابقة أن يطابق المعنى اللفظ، ودلالة التضمن أن يتضمن المعنى جزء معناه، أن يتضمن المعنى أو أن يتضمن اللفظ جزء معناه، مثل الحيوان الناطق، إن دل على الحيوان فقط أو دل على الناطق فقط، هذا اسمه دلالة التضمن، وأخذنا البارحة هذا. اليوم إن شاء الله نتكلم على دلالة الالتزام. نعم، نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر بالحجاب وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة اتهام كاشفا. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل وخير من حاز المقامات العلى، محمد سيد كل مختفى العربي الهاشمي المصطفى، صلى عليه اللهم تم الحجا يأخذ من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى من شبهوا بأنجم في الاهتداء. وبعد فالمنطق للجنان نسبته النحو للسان، فيعصم الأفكار عن غي الخطأ وعن دقيق الفهم شوف الغطاء. فهك من أصوله قواعد تجمع من فنون فوائد، سميته بسلم المنورق يرقى به سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا، وأن يكون نافعا للمهتدي به إلى المطول ليهتدي. والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال، فابن صل والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة المشهورة الصحيحة جوزوا
لكامل طريحة ممارسي السنة والكتاب ليهتدي به إلى صواب إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بطريق وسيم مقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر احتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصيل ادعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء دلالة اللفظ على ما وافقه يدعون دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لازم فهو التزام إن بعقل نلتزم. نعم، كما قلنا نراجع الدرس، يعني فيه بعض الإخوة لم يحضر معنا الدرس الماضي فنراجع يعني مراجعة عامة. قلنا في الدرس الماضي قلنا الدلالة هي كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر سواء فهم بالفعل أو لا. قلنا الأول يسمى دال والثاني يسمى مدلول، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني هو الدلالة هي فهم أمر من أمر، والأول يسمى مدلول والثاني يسمى والأول يسمى دال. صحيح؟ الأول يسمى مدلول والثاني يسمى دال. هذا. ثم بعد ذلك قسمنا الدال إلى كم قسم؟ الدال قسمناه إلى دال غير لفظ ودال قد يكون بلفظ، وكل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قد يكون الدال غير اللفظي قد يكون دالا بالعقل، وقد يكون دالا بالطبع أو العادة، وقد يكون دالا بالوضع، وكذلك بالنسبة للدال اللفظي. وأخذنا أمثلة، قلنا الدال غير اللفظي الذي يدل بالعقل مثل تغير على حدوث العالم، التغير على حدوث العالم هذا دال غير لفظي يدرك بالعقل. والدال غير اللفظي الذي بالطبع كالحمرة على الخجل والصفرة على الخوف. مفهوم؟ كذلك الدال غير اللفظي بالوضع كالإشارات، كالإشارة التي تدل على نعم أو لا، أو إشارات المرور، هذا دال غير لفظي بالوضع، لأن العلماء هم الذين وضعوا هذه الإشارات. ثم هذه الثلاثة. ثم كذلك مثلنا للدال اللفظي، الدال اللفظي بأقسام الثلاثة. قلنا الدال اللفظي الذي يدل بالعقل مثل حياة وجود اللافظ الذي تلفظ من وراء جدار، واحد تكلم من وراء الجدار تكلم، فنحن عرفنا وجود شخص، هذا دال لفظي أدركنا بالعقل، لأن بعقلي أنا عرفت أن ما دام فيه صوت فيه شخص. وقلنا الدال اللفظي بالطبع أو بالعادة مثل أح على ألم بالصدر، أح هكذا، لأن من عادة الشخص أو من طبيعته إذا مرض من صدره يكح هكذا أح. وكذلك الدال اللفظي بالوضع كدلالة الأسد على الحيوان المفترس، ودلالة الإنسان على الحيوان الناطق. فهم كلام. قلنا نحن المناطق ماذا يعتبرون من هذه الدلالات الستة كلها؟ يعتبرون الدلالة اللفظية الوضعية فقط، يعتبرون الدلالة اللفظية الوضعية.
هذه الخمسة كلها المناطق لا يعتبرونها لأنها غير منضبطة. أما الدلالة اللفظية الوضعية هي الذي يعتبرها المناطق، كالأسد على الحيوان المفترس، الإنسان على الحيوان الناطق، الحمار على الحيوان الناهق، الفرس على الحيوان الصاهل، وهكذا. لماذا؟ لأن هذه منضبطة ليس فيه اختلاف. فالمناطق لا يعتبرون الدلالات الأخرى، لا يعتبرون الدلالات الأخرى، وإنما يعتبرون ماذا؟ يعتبرون الدلالة اللفظية الوضعية فقط. مفهوم؟ لذلك الشيخ في الترجمة ماذا قال؟ دلالة اللفظ، دلالة اللفظ معناها الدلالة اللفظية الوضعية. وقلنا في الكلام احتباك، وهو أن الشيخ حذف من كل من الكلامين ما دل عليه في الآخر، فحذف من الترجمة اللفظية لأنه ذكرها في أول البيت، وحذف من البيت الوضعية لأنه ذكرها في الترجمة، فحذف من كل ما أثبته في الآخر. هذا ماذا يسمى؟ احتباك عند علماء البلاغة، احتباك. ثم بعد ذلك ماذا قلنا؟ قلنا أن الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى 3 أقسام. الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى 3: دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. دلالة التضمن ما معنى؟ دلالة المطابقة ما هي؟ هي مطابقة اللفظ للمعنى، أن يكون المعنى واللفظ متطابقين، لا زائد ولا ناقص، مطابق. مثل الإنسان حيوان ناطق، الآن هذا الإنسان اللفظ هذا مطابق للمعنى، بحيث أن هذا المعنى تاع الإنسان غير زائد على اللفظ ولا ناقص عنه، متطابق. هذا متطابق، من طابق النعل النعلق، هذا مفهوم؟ أو الحصان حيوان صاهل، كذلك مطابق، اللفظ مطابق للمعنى، متطابقين، لا زايد ولا ناقص، تمام التمام. كذلك الحمار حيوان ناهق، واضح الكلام؟ الأسد حيوان مفترس، وهكذا. هذا كله مطابق، دلالة مطابقة، أن يطابق اللفظ والمعنى، يكون اللفظ والمعنى مطابقين، هكذا لا زايد ولا ناقص، تطابق. هذا اسمها ماذا؟ دلالة المطابقة، دلالة المطابقة. فهمنا يا جماعة؟ ثم بعد ذلك قلنا دلالة التضمن. دلالة التضمن، دلالة التضمن مثل ماذا؟ مثل أن يتضمن الإنسان الحيوان فقط، أو الناطق فقط. أن يتضمن لفظ الإنسان هذا يتضمن معنى، يتضمن الحيوان فقط أو الناطق فقط. فالآن اللفظ تضمن جزء معناه، فمن الكلام فهذا يسمى تضمن. لماذا؟ لأن هذا الحيوان في ضمن الإنسان، والناطق هذا في ضمن الإنسان كذلك، في ضمنه، يعني يدخل تحت هذا ضمنه، يتضمنه. كأن قلت هكذا: الإنسان هو الحيوان فقط، أو قلت الإنسان هو الناطق فقط، فهذا اسمه دلالة تضمن، أن لفظ الإنسان متضمن لجزء معناه، لجزء معناه. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو. ووصلنا إلى دلالة الالتزام. أما دلالة الالتزام فهي ماذا؟ ما يلزم من اللفظ، ما يلزم.
ما يلزم من اللفظ. واضح كلام؟ أما دلالة الالتزام فهي ما يلزم من اللفظ. مثلا إذا قلت 4 يلزم ماذا؟ يلزم أنه عدد زوجي، يلزم. إذا قلت الإنسان يلزم ماذا؟ يلزم أنه حيوان. إذا قلت الغراب يلزم أنه أسود. إذا قلت 6 يلزم أنه عدد زوجي. 8 عدد زوجي. هذا كله اسمه لازم، يعني ما يلزم من اللفظ، ما يلزم. زيدوا أمثلة أخرى. لازم. ها؟ الإنسان قبوله للعلم لازم، قبوله للكتابة لازم، هذا كله قبوله إذا قلت الإنسان مباشرة لازم يكون قابل للكتابة. إذا قلت لفظ الإنسان مباشرة يلزم قبوله للعلم. هذا اسمه اللازم. فمن يا جماعة ما يلزم عن اللفظ، ما يلزم عن اللفظ لا هو مطابقي ولا هو تضمن، لا هو خارج عن المعنى، هو خارج عن المعنى. لأن لو قلنا الإنسان ما معناه؟ حيوان ناطق. لكن لو قلنا قابل للكتابة اللازم هذا هل داخل في معنى الإنسان؟ هل داخل في ضمن الإنسان؟ لا، إنما هو خارج عن المعنى. اللازم هو خارج عن المعنى، لكنه ملازم للإنسان لا ينفك عنه. أي إنسان قابل للعلم، لأن أي إنسان تمسكه وتقول له 1 زائد 1 يسمى 2 خلاص يتعلم يقبل العلم. أي إنسان تمسكه، أي إنسان كبير صغير طفل تقول له اكتب هذا الحرف يكتب، قابل للكتاب. فأي إنسان يلزم قبوله للعلم يلزم قبوله للكتاب. فمن يا جماعة هذا اللازم. وهذا اللازم ينقسم إلى 3 أقسام. إما لازم في الذهن وفي الخارج. معناه إذا قلت هذا اللفظ مباشرة في ذهنك، مباشرة بمجرد تصور هذا اللفظ مباشرة في الذهن يلزم شيء، ويلزم في الخارج. إذا قلت 4 رقم 4 في ذهنك هنا يلزم الزوجية، في الخارج يلزم الزوجية. هذا لازم في الذهن وفي الخارج، في الذهن والخارج الاثنين مع بعض. إذا قلت الإنسان قابل للكتابة هذا يلزم في الذهن ويلزم في الخارج. إذا قلت الإنسان قابل للتعلم يلزم في الذهن ويلزم في الخارج، وهكذا إلى غير ذلك من الأمثلة. فلازم ذهنا وخارجا هذا الأول. كما قلنا الأربعة بمجرد ما تتصور لفظ 4، بمجرد ما تتصور هذا العدد مباشرة في الذهن يلزم الزوجية، وفي الخارج كذلك يلزم الزوجية. هذا لازم ذهنا وخارجا. ثانيا لازم ذهنا فقط، لازم ذهنا فقط. كلزوم ماذا؟ كلزوم العمى على البصر. إذا تصورت في ذهنك تصورت العمى، ما الذي يحصل؟ أين يذهب ذهنك؟ أين يذهب ذهنك؟ باشر إلى البصر. هل يذهب إلى الأذن؟ لا. هل يذهب إلى الفم؟ لا. مباشرة لو تصورت العمى مباشرة يلزم البصر. فهمنا؟ لو تصورت البكم ماذا يلزم في الذهن؟
كلام مثلا. لو تصورت صمم، السمع مباشرة، فهم كلام وهكذا. لكن في الخارج هل يلزم؟ لو في الخارج لو تصورت هذا العمل، تصورته في ذهنك، هل يلزم في الخارج البصر؟ هل هو مع البصر متلازمين؟ لا، في الخارج لا، غير متلازمين. في الذهن نعم، بمجرد ما تتصور البصر، بمجرد ما تتصور العمى، ذهنك مباشرة يذهب إلى البصر، صح ولا لا؟ لكن في الخارج لا، غير متلازمين. هل في الخارج العمى ملازم للبصر؟ لا، ليس. وهكذا. فهذا اسمه لازم ذهنا فقط، لازم ذهنا فقط. الثالث لازم في الخارج فقط، لازم في الخارج. مثل ماذا؟ لو تصورت الغراب، لو تصورت الغراب، هل في ذهنك يلزم أن يكون أسود؟ لا، ليس لازم، لأن العقل يجوز أن يكون الغراب أبيض، يجوز، يقول لك لا مشكلة. العقل يقول لك أين المشكلة لو فيه غراب أبيض؟ أين المشكلة؟ لا مشكلة. فالعقل يجوز أن يكون الغراب أبيض. فلذلك إذا تصورت الغراب لا يلزم ذهنا السواد، لا يلزم. لكن في الخارج إذا ذكرت الغراب يلزم السواد. هل وجدت غراب أبيض في الخارج؟ لا، دائما نرى الغراب أسود 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 أسود. فبمجرد ما تتصور الغراب في الخارج يلزم السواد. فهمنا الكلام يا جماعة؟ هذا هما دلالات الالتزام الثلاثة. المناطق يركزون على ماذا؟ على اللزوم الذهني، سواء لازم في الخارج أو لم يلازم. المناطق على ماذا يركزون؟ اللازم الذهني. بمجرد ما تتصور الشيء يلزم في الذهن، هذا الذي يركزون عليه. مفهوم؟ سواء لازم في الخارج أو لم يلازم. أما إذا لازم في الخارج فقط فهذا عندهم ليست دلالة الالتزام، وإن كان عند المناطق عند الأصوليين. فهمنا يا جماعة الخير؟ هذا ما سيذكره الشيخ في هذا الدرس. نعم، يقرأ لنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في دار آمين. آمين. وقول الناظم: وجزئه بالجر عطف على ما المجرور بعلى. وقولنا تضمنا عطف على دلالة المطابقة. ركز على هذا الكلام، هذا الكلام معقد شوية، ركز. المنسوبة ليدعونها. نعم يديك. الحمد لله. كورونا ولا ها؟ مولانا ما هذا؟ نعم. وقول الناظم وجزئه بالجر. نعم. عطف على ما المجرور بعلى. عطف على ما المجرور بعلى. وقولنا تضمنا عطف على دلالة المطابقة المنسوبة بيدعونها. وقوله تضمنا عطف على دلالة المطابقة المنصوبة بيدعونها. ففيه العطف على معمولين لعاملين. ففيه العطف على معمولين لعاملين مختلفين. نعم. واغتفر لأن أحد العاملين جار وقد تقدم. نعم.
وذلك جائز. نعم. نحو في الدار زيد والحجرة عمرو. نعم. كما في كتب النحو. كما في كتب النحو. نعم، هذا هو. انظر، لن تفهم إلا إذا كتبنا في الصبور. الشيخ ماذا قال في الأبيات؟ قال: دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة مطابقة. صحيح؟ يدعونها دلالة مطابقة. ثم قال: وجزئه تضمنا. صحيح؟ وجزئه تضمنا. فالآن ما الذي حصل؟ دلالة اللفظ على هذا اسمه عامل. مفهوم؟ ما معمول. يدعونها عامل. دلالة المطابقة معمول. فهم كلام؟ دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. ثم الشيء قال هذا حقا. وجزئه يعني تقدير الكلام هكذا: ودلالة اللفظ على جزئه يدعونها دلالة التضمن. هذا معنى الكلام. لكن الشيخ قال وجزئه تضمنا. معنى الكلام هذا: ودلالة اللفظ على جزئه يدعونها دلالة التضمن. هذا هو معنى الكلام. فهمنا الكلام الآن؟ فالآن أنت عندك، انظر هنا، عندك جزئي. هذا جزئي معطوف على ما. جزئي معطوف على ما، هذا على الذي، ما بمعنى الذي. والتضمن هذا معطوف على دلالة، لأن التضمن منصوب معطوف على دلالة منصوب. فهمنا جماعة الخير؟ الآن جزئي معطوف على ما مجرورة بعلى، وتضمنا معطوف على دلالة المطابقة المنصوبة بيدعونها. فأنت ما الذي حصل الآن؟ هو الآن عطفت على معمولين. هذا جزئي معطوف على ماذا؟ على المعمول هذا ما. وتضمنا هذا معطوف على المعمول دلالة. صحيح ولا لا؟ العامل في ما وفي دلالة المطابقة متحد ولا مختلف؟ العامل مختلف. ما عاملها على، ودلالة عاملها يدعونها. فأنت عطفت على معمولين
لعاملين مختلفين. فأنت عطفت جزئه وتضمن هذا، عطفته على معمولين لعاملين مختلفين، لأن هذا العامل على وهذا عاملها يدعونه. هذا عند النحاة عند بعض النحاة لا يجوز، لازم العامل يكون متحد، لازم العامل يكون متحد. فهمنا؟ لازم العامل يكون ماذا؟ متحد، هذا ما يكونش العامل مختلف. فأنت عطفت جزئي وتضمن، عطفتهم على معمولين اللي هما ما ودلالة المطابقة لعاملين اللي هي على ويدعونها مختلفين، العاملين مختلفين. فهمتوا يا جماعة ولا لم تفهموا؟ فهمتم؟ فهمت يا مغوار؟ لم تتصور جيدا. خلاص. على ما وافقه، أين العامل؟ على. أين المعمول؟ ما. هنا أين العامل؟ يدعونها. أين المعمول؟ دلالة المطابقة. عندك عاملين وعندك معمولين، صحيح؟ أنت جزئي تضمنا هذا عطفت على المعمولين، جزئي عطفت على المعمول اللي هو ما، وتضمنا عطفت على المعمول اللي هو المطابقة. فأنت عطفت جزئي تضمنا عطفته على معمولين، وهذا المعمولين اللي هما ما ودالة المطابقة عامليهما مختلفين، لأن ما عاملها على ودالة المطابقة عاملها يدعونها. هذا لا يجوز عند بعض النحاة إلا إذا كان العامل الأول حرف جر كما هنا على. فهمنا الآن الكلام؟ أظن الآن واضح. لازم عند النحاة لازم العامل يكون ماذا؟ لازم العامل يكون متحد. إذا قلت هكذا ظننت زيدا قائما وعمرا جالسا، هذا يجوز بالاتفاق. لماذا؟ عمرا معطوف على زيدا، قائما معطوف على جالسا، وجالسا معطوف على قائما. هنا لماذا يجوز؟ لأن العامل واحد، أو العامل ظننت، العامل واحد ظننت، فهو عامل واحد لم يختلف العامل. هل اختلف العامل هنا؟ لا، كلاهما. ظننت زيدا قائما كأنك قلت وظننت عمرا جالسا، فظننت عامل واحد، لذلك يجوز عطف عمرو على زيد وجالس على قائم، لأن العامل واحد. لكن إذا اختلف العامل، إذا قلت ظننت زيدا قائما وخلت عمرا جالسا مثلا، إذا اختلف العامل لا يجوز. واضح؟ كذلك هنا عطفت جزئي تضمن على معمولين لعاملين مختلفين، لكن يجوز متى؟ إذا كان العامل الأول حرف جر. يجوز العطف إذا كان العامل الأول حرف جر وقد تقدم، مثل هنا يجوز إذا كان العامل الأول حرف جر وقد تقدم. مفهوم؟ كقولك هكذا، كقولك هكذا، كما المثال الذي أعطاه الشيخ. ماذا؟ في الدار زيد والحجرة عمرو. في الدار زيد والحجرة عمرو. الحجرة معطوفة على الدار، حجرتي معطوف على الدار، وعمر معطوف على زيد. هنا يجوز. لماذا؟ لأن
العامل الأول حرف جر وقد تقدم. فهمنا الكلام؟ لأنها في الدار عمرو زيد والحجرة عمرو يجوز. لماذا؟ لأن العامل الأول حرف جر وقد تقدم. نفس الكلام هنا. فهمنا؟ هذا هو. فالآن هنا دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا الآن جزئه تضمنا هذا حرف عطف، هذا جزئه تضمن عطفناه على معمولين مع دلالة المطابقة لعاملين مختلفين اللي هما على ويدعونها، لأن على ويدعونها عاملين مختلفين. لكن يجوز إذا كان العامل الأول حرف جر وقد تقدم، يجوز هذا كما قال الشيخ، كما هو معلوم في كتب النحو. فهمنا هذا الكلام ولا لا؟ أعد لنا القراءة ستفهم أكثر. بالراحة اقرأ واحدة واحدة. أعد. نعم. وقول الناظم نعم. وجزئه بالجر عطف على ما عطف على ما، هذا هو المعمول. اكتب انت المعمول، اكتب ما المعمول. المجرورة بعلى، اكتب على العامل، على عامل. فعلى هو الذي جر ما، على الذي، ما هذا اسم موصول بمعنى الذي. نعم. وقوله تضمنا عطف على دلالة المطابقة. اكتب دلالة المطابقة معمول، دلالة المطابقة معمول. المنصوبة يدعونها عامل. فهمنا الآن؟ فالآن جزئه هذا معطوف على ما المعمول، وعامله ماذا؟ على. وتضمنا معطوف على المعمول اللي هو دلالة المطابقة، وعامله ماذا؟ يدعونها. هذا. فأنت عطفت جزئه تضمنا، عطفته على ماذا؟ عطفته على معمولين لعاملين مختلفين. هذا لا يجوز عند النحاة إلا إذا كان العامل الأول حرف جر وقد تقدم. مفهوم؟ كما هنا. ففيه العطف على معمولين. ففيه العطف على معمولين. ما هما المعمولين؟ ما ودلالة المطابقة، هذا هما المعمولين. ففيه العطف على معمولين اللي هما ما ودلالة المطابقة لعاملين. ما هما العاملين؟ على ويدعونها. هذا. ففيه العطف على معمولين لعاملين مختلفين، لأن العاملين مختلفين. الأول على حرف جر، والثاني يدعونها فعل مضارع، فهما مختلفين. نعم. واغتفر. لماذا اغتفر؟ لأن أحد العاملين جار وقد تقدم وهو على، لأن أحد العاملين جار، وكما تعرفون الجار والمجرور والظرف يتساهلون فيه غير ما يتساهلون في غيره. النحاة يتساهلون في الجار والمجرور والظرف ما لا يتساهلون في غيره. لذلك قال لك إذا كان حرف جر لا إشكال، لأنهم يتساهلون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتساهلون في غيره. فهمنا؟ هذا هو. وذلك جائز. نحو في الدار زيد والحجرة عمرو. هو عندك الآن أنت ماذا؟ عندك في الدار زيد، أين العامل وأين المعمول؟ في الدار زيد، أين العامل وأين المعمول؟ في عامل، داري معمول. واضح؟ زيد معمول، والعامل أين؟ ابتداء. هذا فهمنا؟ اكتب هذا لكي تفهم. في عامل، الداري معمول، زيد معمول، العامل هو الابتداء، العامل هو
الابتداء، لأن العامل هو اللي يعمل الرفع في زيد، صحيح ولا لا؟ أيوة، العامل هو الابتداء. فهنا جماعة، فالآن كم عندك من عامل ومعمول في الأول؟ 4. عندك في عامل الضاري معمول، زيد مبتدأ معمول، والعامل ما هو فيه؟ الابتداء. ثم انت جيت وعطفت عليه معمولين، الواو حرف عطف، اكتب الواو حرف عطف. الحجرة معمول، الحجرة معمول، وعمر معمول. الآن انت الحجرة، وفي الحجرة عمر، والحجرة عمر، هذا المعمولين عطفتهم على ماذا؟ عطفتهم على معمولين لعاملين مختلفين، لأنك الحجرة عطفتها على المعمول اللي هو الدار، وعمر عطفته على المعمول اللي هو زيد. وزيد والدار عاملهما مختلف، لأن الدار عاملها الحرف جر في، وعامل زيد هو الابتداء، فعاملهما مختلف. رغم ذلك عطفت عليهم الحجرة عمر. هذا هو الكلام. أعيد الكلام لكي تفهم. في عامل داري معمول، زيد معمول ثاني، العامله هو الابتداء. فالآن كم عندك من عامل ومعمول؟ 4، مثل هنا، مثل هنا. هاو 1 2 3 4. ثم جيت وعطفت عليه وجزئه تضمنا، هنا جيت وعطفت عليه والحجرة عمر، مفهوم؟ فالواو حرف عطف، الحجرة معمول وعمر معمول، كلاهما معمول. هذا لأن لماذا؟ لأن الحجرة معطوف على الدار، وعمر معطوف على زيد، صحيح ولا لا؟ فالآن انت الحجرة عمر عطفتهما على ماذا؟ على معمولين لعاملين مختلف. هذا يجوز في كتب النحو إذا كان العامل الأول حرف جر وقد تقدم، كما هنا في الدار. في حد لم يفهم هذا الكلام؟ معقد شوية، لازم تركز وإلا لن تفهم. في حد لم يفهم هذا؟ إذا لم تفهموا نعيد الكتابة في السبورة. أظن واضح، لا إشكال فيه. فهمت يا أحمد؟ أيوة. فالآن يجوز العطف على معمولين لعاملين مختلفين إذا كان العامل الأول حرف جر تقدم، يجوز هذا. كما في قولك في الدار زيد، في الدار زيد، في الدار عامل ومعمول، زيد عامل ومعمول، أن زيد معمول وعامله هو الابتداء، هو اللي عمل فيها الرفع، صحيح؟ والحجرة عمر، هذا عطفته على ماذا؟ عطفته على في الدار زيد. فأنت عطفت الحجرة على الدار، على المعمول هو الدار، وعطفت عمر على المعمول اللي هو زيد. فأنت عطفت الحجرة عمر، عطفته على معمولين لعاملين مختلفين، لأن عامل الدار هو حرف الجر في، وعامل المبتدأ هو الابتداء. لماذا اغتفر؟ لأن العامل الأول حرف جر وقد يجوز هذا. في حد لم يفهم هذا؟ أنهينا الساعة الآن في هذا في هذا في هذه الصورة النحوية، المسألة النحوية. ساعة كاملة أنهيناها في الصورة النحوية. فهمتم هذه المسألة؟ هذا هو نعم. فالآن جزئي تضمنا كذلك عطفناهما على معمولين لعاملين مختلفين. لماذا جاز؟ لأن العامل الأول حرف جر وقد تقدم اللي هو على. فهمت يا مولا الرزقي؟ أيوة زيد. كما في كتب النحو، كما هو معلوم في كتب النحو. نعم، فهمنا يا جماعة الخير؟ قال هنا تحت، تابع معي من الحاشية، قال قوله على معمولين
هما ما ودلالة المطابقة أهو. فأنت عطفت جزئه، عطفته على ما اللي هو معمول، وعطفت تضمنا عطفته على دلالة المطابقة وهي معمول. هذا هما المعمولين. لعاملين هما على ويدعونها، فهما مختلفين ولا لا؟ مختلفين. الأول على حرف جر والثاني يدعونها فعل مضارع، يعني بعاطف واحد، لأنك عطفتهم بعاطف واحد. قلت وجزئه تضمنا، هذا هو. فمن الآن قوله واغتفر إلى آخره، حاصله أنه اختلف في هذا العطف على 3 أقوال. فقيل يجوز مطلقا، بعض العلماء قال يجوز مطلقا من غير شروط، وقيل يمنع مطلقا، بعض العلماء قال يمنع مطلقا حتى ولو كان العامل الأول حرف جر تقدم، وقيل إن كان أحد العاملين جارا وتقدم جاز، وإلا منع. وهذا التفصيل هو الراجح، هذا التفصيل الذي ذكرنا هو الراجح. فقول الشيخ وذلك جائز بمعنى على الراجح، جائز على الراجح، واضح؟ قوله والحجرة عمر، أي فالحجرة عطف على الدار، أو الحجرة معطوف على الدار. المعمول لفي، يعني فيه هو العامل، وعمر عطف على زيد. المعمول هاو للابتداء، هاو المعمول للابتداء، يعني العامل هو الابتداء، العامل هو الابتداء. ففيه العطف على معمولين لعاملين مختلفين بعاطف واحد، لكن أحد العاملين جار متقدم وهو في الدار، فهو جائز على الراجح. ومفهوم لعاملين أنه لو كان العطف على معمولين لعامل واحد لجاز قطعا، كما قلنا ظننت زيدا قائما وعمرا جالسا. فالآن عمرا معطوف على زيدا، وجالسا معطوف على قائما، والعامل واحد وهو ظننت. هذا جائز باتفاق، جائز مطلقا. فهمنا يا جماعة؟ أيوة، جائز قطعا. هذا ما قال الشيخ رحمه الله. نعم، اقرأ لنا فوق. الثالث: وأما دلالة اللفظ على ما، أي المعنى الذي لزم معناه، فهو التزام. نعم. أي دلالة التزام. نعم. التزام المعنى، أي استلزامه له. نعم. كدلالة الأربعة على الزوجية. على الزوجية، هذا هو دلالة الأربعة على الزوجية. إذا تصورت الرقم 4 هذا يلزم منه الزوجية ذهنا وخارجا، ذهنا وخارجا. فهم كلام؟ كدلالة الأربعة على الزوجية. فعدد 4 لو تصورته يلزم منه الزوجية، يلزم في ذهنك وفي الخارج. ودلالة العمى على البصر كذلك لو تصورت العمى في ذهنك يلزم منه ذهنا البصر، مباشرة ذهنك يذهب إلى البصر، واضح؟ لو تصورت البكم مباشرة يذهب إلى الفم، الكلام. لو تصورت الصمم مباشرة يذهب إلى السمع، وهكذا. مفهوم؟ هذا هو. وقول الناظم إن بعقل التزم شرط حذف جوابه لدلالة قوله فهو التزام. نعم، فهو التزام. واضح يا جماعة؟ فهو شرط حذف جوابه، واضح؟ شرط حذف جوابه. دلالة كلام يعني هكذا، كأن الشيخ يريد أن يقول هكذا: وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام، إن بعقل نلتزم فهو التزام. لأن إن بعقل نلتزم هذا شرط، أين الجواب؟ محذوف لأن ما قبله دل عليه، فكأنه يقول وما لزم فهو التزام، إن بعقل نلتزم فهو التزام. حذف الشرط لماذا؟ قال لك الشيخ لدلالة قوله فهو التزام عليه. مفهوم؟ لدلالة ما قبله عليه، ذلك حذف الجواب. أنتم معي؟ نعم.
والمعنى أن الدلالة على اللازم تسمى التزاما. الدلالة على اللازم تسمى التزام. دلالة الأربعة على اللازم تسمى التزام. نعم. إن التزم ذلك اللازم في العقل. نعم، إن التزم ذلك اللازم في العقل، إن كان في الذهن، إن كان ذلك اللازم ذهنا في الذهن. فهنا أنت الآن صورت أربعة في ذهنك، بمجرد تصور الأربعة ماذا؟ ذهب ذهنك إلى ماذا؟ الزوجية مباشرة. بمجرد ما تصورت الثمانية، عدد 8، ذهب ذهنك مباشرة إلى الزوجية. عدد 2، عدد 6، عدد 10، عدد 12، وهكذا كل الأعداد زوجية. نعم. بأن لزم من تصور الملزوم. في الذهن تصور ذلك اللازم. بمجرد ما تصورت الملزوم، واضح؟ بمجرد ما تصورت الملزوم تصورت اللازم. أو بأن لزم من تصور الملزوم في الذهن تصور ذلك اللازم فيه. أو بمجرد ما تصورت الملزوم اللي هو العدد 4 تصورت اللازم معه اللي هو الزوجية، لا ينفك عنه مباشرة. تصورت الأربعة، ذهنك مباشرة يذهب إلى الزوجية. فهم؟ تصورت العامة، ذهنك يذهب إلى البصر. تصورت الصمم، ذهنك يذهب إلى السمع. تصورت الباكم، ذهنك يذهب إلى الكلام، وهكذا. فهمنا؟ يلزم، هذا هو اللازم. تصورت الإنسان يلزم قبوله للعلم. تصورت الإنسان يلزم قبوله للكتابة، وهكذا. فهمنا يا جماعة؟ هذا هو اللازم. سواء لزم مع ذلك في الخارج. نعم. الزوجية سواء لزم مع ذلك، يعني لزم مع لزومه في الذهن، لزم في الخارج كلزوم الزوجية. الزوجية هذا لازم ذهنا وخارجا. أنت في الخارج عدد 4 يلزم أن يكون زوج ولا لا؟ يلزم، لازم. فالعدد 4 لازم ذهنا ولازم خارجا، الاثنين، لازم في الذهن ولازم في الخارج. نعم. أو لم يلزمه في الخارج. أو لم يلزمه في الخارج. نعم. بل كان منافيا له فيه. بل كان منافيا له في الخارج. نعم. كالبصر للعامة. الآن البصر للعامة يا جماعة، البصر للعامة. لو تصورت العامة ماذا يلزم منه؟ بصر. لكن في الخارج متنافين، العامة والبصر متنافين في الخارج. متنافين ولا لا؟ متنافين. العامة والبصر في الخارج متنافين، كل واحد منهما في جهة. مستحيل يكونوا متلازمين. مستحيل في الخارج يكون العامة ملازم للبصر. هذا أعمى وهذا مبصر. هذا أعمى لا يرى وهذا بصر. لكن في الذهن لازم. بمجرد ما تتصور العامة يذهب ذهنك للبصر مباشرة، للعينين. البكم يذهب للكلام، الصمم يذهب للسمع، وهكذا. فمن الكلام هذا أو لم يلزمه في الخارج بل كان منافيا له فيه، يعني كان منافيا له في الخارج. كان منافيا له في الخارج. نعم. كان منافيا له فيه يعني في الخارج، كالبصر للعامة. نعم. واضح يا جماعة الخير؟ واضح. أيوة. نعم. وخرج بذلك القيد اللازم في الخارج فقط. أيوة. أي قيد؟ إن بعقل، هذا هو القيد. إن بعقل، هذا القيد خرج به ماذا؟ خرج به اللازم وفي الخارج فقط. هذا هو القيد. القيد هو إن بعقل التزم. هذا القيد خرج به ماذا؟ اللازم في الخارج فقط. فهذا لا يسمى دلالة التزام عند المناطق، لا يسمى، لا يعتبرونه المناطق، لا يعتبر الخارج فقط. نعم.
وخرج بذلك القيد اللي هو إن بعقل. نعم. وخرج بذلك القيد اللازم في الخارج، اللازم في الخارج فقط دون الذهن دون العقل. نعم. كالسواد للغراب. هذا هو يا جماعة. الآن السواد للغراب. الآن لو تصورت الغراب، هل يلزم السواد عقلا؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن العقل يقول لك لا يلزم أن يكون الغراب أسود. يقول لك قد يكون أبيض، قد يكون غراب أحمر، أين المشكلة؟ فالعقل يقول لك لا يلزم. فأنت إذا تصورت الغراب في عقلك لا يلزم منه شيء في الذهن، لا يلزم منه السواد في الذهن، لا يلزم. لكن في الخارج يلزم، في الخارج يلزم، لأنك أينما ذهبت وجدت غراب أسود. هل شاهدت غرابا في الخارج ليس أسود؟ غراب أسود. فبمجرد ما تتصور الغراب يلزم خارجا أن يكون أسود. هذا هو. فهمنا؟ لذلك الشيء قال كالسواد للغراب، كالسواد للغراب، فهذا لازم خارجا فقط. نعم. أما الذهن فيجوز أن يكون الغراب أبيض أو أحمر أو غير ذلك. نعم. فلا تسمى دلالة لفظ الغراب على السواد دلالة التزام عند المناطق، لا تسمى عند المناطق، وإن كانت عند غيرهم تسمى كالأصوليين مثلا وغيره، لكن عند المناطق لا تسمى دلالة التزام. نعم. لعدم لزوم السواد له في العقل. هو لعدم لزوم السواد له في العقل، لأن العقل يقول لك لا يلزم. لا لا لا، ليس بلازم. العقل يقول لك لا، ليس بيقول. العقل يقول لك قد يكون الغراب أبيض، أين المشكلة؟ فلذلك الشيخ قال لك لعدم لزوم السواد له في العقل، لعدم لزوم السواد له في العقل، لأن العقل لا يلزم أن يكون الغراب أسود. يقول لك الغراب قد يكون أبيض أو أحمر أو أخضر، لا مشكلة. نعم. وإن لزمه في الخارج، وإن لزمه في الخارج، وإن كان ملازما له في الخارج، لكن العقل لا يلزم، لا يلزم أن يكون أسود، أن العقل كما قلنا يجوز أن يكون الغراب غير أسود. واضح؟ يقرأ معي تحت ماذا قال؟ قوله الخارج أي في التحقق الذاتي، بحيث يكون متى وجد الملزوم وجد لازمه فلا يوجد بدونه. هذا هو في الخارج. متى وجد الغراب وجد السواد، هذا معنى متى وجد الملزوم وجد لازمه. متى وجد الغراب وجد السواد فلا يوجد بدونه. هل يوجد الغراب بدون سواد؟ لا. هذا معنى كلام الشيخ هنا. بحيث يكون متى وجد الملزوم اللي هو الغراب وجد لازمه اللي هو السواد، فلا يوجد بدونه. لا يوجد الغراب بدون لون أسود في الخارج. هذا معنى. قال خاتمة: دلالة المطابقة نقلية قطعا، وفي التضمن والالتزام خلاف، أصحه أن الالتزامية عقلية والتضمنية نقلية. والنقلي ما فهم من اللفظ من غير التوقف على مقدمة عقلية، والعقلي ما توقف عليها. والمقدمة العقلية هي قولنا كلما فهم المعنى فهم لازما. واضح يا جماعة؟ وهنا سيقسم اللازم إلى اللازم البين بالمعنى الأخص واللازم البين بالمعنى الأعم. هذا سنقرأه في الكتب في الملوي رحمه. وفي هذا القدر كفاية. الآن تصورتم الدرس ولا لازال؟ تصورتم التشجير؟ نحن قبل أن نختم انظر احنا ماذا أخذنا. من هنا يبدأ التشجير، من هنا، من هذا الدرس يبدأ التشجير. يوجد قلم آخر. نحن انظر ماذا أخذ. في الأول ماذا قلنا؟ دلالة. في الأول لا يوجد قلم آخر.
في أول الدرس كله أخذنا الدلالة، قلنا ما هي الدلالة؟ كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر، سواء فهم بالفعل أو لا. صحيح؟ سواء فهم بالفعل أم لا. هذا الدلالة. كون أمر، عندك أمر تفهم منه أمر آخر، عندك أمر تفهم منه، عندك الإنسان ماذا تفهم منه؟ حيوان ناطق أهو. عندك الحمرة تفهم منها ماذا؟ الخجل. عندك الصفرة تفهم منها الخوف، وهكذا. هذا معنى الدلالة، كون أمر، عندك أمر تفهم منه أمر آخر. هو الإنسان فهمنا منه حيوان ناطق، الحمرة فهمنا منه الخجل. الأول يسمى دال والثاني يسمى مدلول. هذا الأول يسمى دال والثاني مدلول، لأن هذا الإنسان هو الذي دلك على الحيوان الناطق، الحمرة هي التي دلتك على الخجل. الأول دال الثاني مدلول. التعريف الثاني ما هو للدلالة؟ أيوة، فهم أمر من أمر. فهم أمر من أمر. فهم أمر من أمر. الأول ماذا يسمى؟ فهم أمر. مدلول، يعني فهم أمر، هذا مدلول. من أمر ما هو؟ دال. العكس، لأن هنا قلنا كون أمر، عندك أمر يفهم منه أمر آخر. الأول دال ثاني مدلول، لكن هنا فهم أمر من أمر. فالأمر المفهوم يسمى مدلول، فالمفهوم يسمى مدلول، والأمر الأول يسمى دال. مفهوم؟ هذا التعريفين قلنا تعريف للدلالة. ثم بعد ذلك أخذنا الدال. الدال قلنا ينقسم إلى أقسام. قلنا دال غير لفظ ودال لفظ. صحيح؟ قلنا الدال غير اللفظ ينقسم إلى كم قسم؟ 3. دال بالعقل، دال بالطبع أو العادة كما تريد أن تعبر، ودال بالوضع. هنا كذلك اللفظ، دال بالعقل، بالطبع أو العادة، بالوضع. صحيح؟ الدال غير اللفظ غير الملفوظ بالعقل مثل التغير على حدوث العالم. هنا الدال غير اللفظ بالطبع، حمرة على الخجل، صفرة على الوجل. الدال غير اللفظ بالوضع مثل كالإشارة على نعم أو لا، ولا إشارة هكذا، أعمل لك هكذا. ما معنى هذا؟ ما من هو دخول هذا دال. هل تلفظت به؟ لم أتلفظ. دال غير لفظ لكن بالوضع، لأن العلماء وضعوا هذا على لا تدخل، ممنوع هذا. ثم قلنا الدال اللفظ باللفظ بالعقل مثل صوت الإنسان وراء الجدار، على أن يوجد إنسان وراء الجدار، هذا فهمته بالعقل. بالطبع على ألم بالصدر. بالوضع الأسد على الحيوان المفترس، الأسد على الحيوان المفترس، أو الأسد على الحيوان المفترس، أو الإنسان على الحيوان الناطق. المناطق ماذا يأخذون؟ يأخذون هذه فقط، دلالة اللفظية الوضعية فقط، لا يأخذون هذه المناطق كلها، لا يأخذ، لأن هذه غير منضبطة، لا تستطيع تضبطها، لكن هذه منضبطة. فلذلك المناطق يأخذون بالدلالة اللفظية الوضعية فقط. مفهوم؟ ثم بعد ذلك
قسمنا الدلالة اللفظية الوضعية إلى كم قسم؟ 3: مطابقية، تضمنية، والتزامية. والالتزامية كم قسمناها قسم؟ 3: في الذهن والخارج، لازم في الذهن والخارج كالأربعة الزوجية، في الذهن فقط كالعمى للبصر، وفي الخارج فقط السواد للغراب. هذا هو درس اليوم كله. هذا من الأمس ونحن أخذنا الدلالة، أخذنا الدال، قسمنا 6 أقسام، ثم قلنا المناطق يأخذون الدلالة اللفظية الوضعية، ثم الدلالة اللفظية الوضعية قسمنا مطابقية، تضمنية، التزامية، ثم قسمنا الالتزامية إلى 3 أقسام: لازم في الذهن والخارج، في الذهن فقط، في الخارج فقط. فالمناطق يأخذون بماذا؟ لازم في الذهن سواء لازم في الخارج أم لا. أما هذه لا يأخذ بها المناطق، لازم في الخارج لا. مفهوم؟ هذا هو درسنا. وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.